اللي يخلي حكومة تخلص على ربع شعبها؟ سنة 70 انقلب الجنرال لون نول اللي كان موالي للولايات المتحدة على الحاكم الكمبودي الأمير نورودوم سيهانوك، وكنوع من الانتقام لجأ الأمير المخلوع سيهانوك للصين وشكل تحالف مع أعدائه السابقين الخمير الحمر، وده اسم بيطلق على الجناح المسلح للحزب الشيوعي في كمبوديا. ومصطلح الخمير بيشير للعرق والأغلبية السكانية في كمبوديا، والحمر جاية من اللون الأحمر اللي بيرمز للتوجه الشيوعي المتطرف للحركة. والتحالف ده طبعا عشان يواجه نظام لون نول اللي انقلب عليه. وفي خلال 5 سنين حصلت حرب أهلية كبيرة في كمبوديا، نتيجتها كانت انتصار الخمير الحمر على الجنرال لون نول واستيلائها على العاصمة بنوم بين في 17 إبريل 75 بقيادة مجموعة من القادة، ومن أهمهم قائدهم بول بوت، أو زي ما بيقولوا عليه الأخ رقم 1. والقادة دول كانت بتربطهم طريقة تفكير واحدة ونظرية شيوعية متشددة، وهي أنهم يرجعوا الشعب للحياة البدائية ويبعدوا عن أي تحضر، لأنهم شايفين أنه سبب تأخر شعوب العالم الثالث. فمنعوا المدارس والمستشفيات والمعامل والمصانع، ده غير البنوك والتجارة، وكمان حرموا كل الديانات. ويا ويل أي حد من الشعب لو الحكومة بس شمت خبر إنه حيلته قرشين ولا حاجة، لأنهم استولوا على كل ثرواتهم واستغلوا رعب الناس من قنابل الطيارات الأمريكية اللي كانت بتقصف حدودهم بسبب حرب فيتنام اللي كانت أصلا وقتها خلصانة بقالها 2 سنين. فخدوها حجة وأخلوا المدن من السكان ونقلوا الناس كلها في الغابات بحجة إنهم يحموهم من الطيارات دي، عشان أول ما يوصلوا للغابات يقسموهم ويبعتوهم لغيطان العمل الجماعي. وكانوا بيتعمدوا يفرقوا أفراد العيلة الواحدة، لدرجة إنهم كانوا بيعزلوا الأطفال عن أمهاتهم. والشغل في المزارع دي ما كانش ساعة ولا 2، ده أقل واجب من 12 ل 14 ساعة، ومن غير راحة ولا أكل ولا شرب، ولا حتى مسموح لهم إنهم يقطفوا أي حاجة من الشجر. واللي كان يعمل كده كانوا بيخلصوا عليه وقت. وكل ده كوم ومزارع كوم تاني. ودي مناطق مخصوصة كانوا بيخلصوا فيها على الناس لأسباب عمرك ما تتخيلها، زي مثلا إن واحد يعيط على قريبه لما يعرف إنه اتعدم، أو إنه تعب من الشغل، أو ناس عندهم دين والخمير الحمر ما يعرفوهوش أصلا فبيخلصوا عليهم. ولو واحد أصله صيني ولا فيتنامي وحظه المنيل خلاه ساكن في كمبوديا، فده طبعا ما بيسموش عليه. ده غير إنهم بيخلصوا على المفكرين والمثقفين أو أي حد من الشعب يكون بيعرف يقرأ ويكتب. ومن رعبهم من المثقفين كانوا بيخلصوا على أي حد لمجرد إنه لابس نظارة نظر، حتى لو ما كانش بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، لأن عندهم اقتناع إن أي حد لابس نظارة يبقى مثقف وهيعرفهم. وفضل الحال ده تقريبا 4 سنين لحد ما خلصوا على 2.5 مليون شخص من 8 مليون من الشعب. وسنة 79 دخلت القوات الفيتنامية كمبوديا وأسقطت حكومة الخمير الحمر، وهرب أغلب قادتها، ومنهم قائدهم بول بوت اللي هرب للحدود التايلاندية وتوفى هناك سنة 98. والغريب بقى إن العدالة اتأخرت أكتر من يجي ربع قرن، والمحاكمات الدولية ما بدأتش رسميا غير سنة 2006، وفضلت الجلسات مطولة وشغالة لأكتر من 15 سنة بسبب التعقيدات السياسية. وزي ما قلت لك إن بول بوت هرب ومات سنة 98 من غير ما يتحاسب، والمحكمة ما قفلتش ملفاتها غير في سبتمبر سنة 2022 لما أيدت الحكم النهائي بالسجن مدى الحياة على خيو سامفان آخر قيادة النظام، واللي كان سنه وقتها 91 سنة، عشان تتكتب نهاية أغرب وأبشع حكاية من حكاوي الدنيا.